يا مساء الخير على اللي بيشوفني بالليل او صباح الفل اللي بيشوفني بالصبح. يا رب تكونوا بألف خير. دي قناتي، اتمنى تتابعوني وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. النهاردة هقولك عن فوائد الليمون. هي بصراحة هتكون سلسلة بسيطة هنعرف فيها عن فوائد الليمون. احنا بنستخدمه كتير في الاكل لكن ما بنستخدمهوش في حاجات كتير مهمة. ليه فوائد هنعرفها في السلسلة دي، تابعيني فيها. النهاردة هقولك طريقة واحدة بس ازاي نستخدم الليمون كمنظف لأي حاجة في البيت. تعالي هقولك ازاي. تابعوا الفيديو للآخر واتمنى تدوسوا لايك. شكرا. ده الحوض بتاعي بعد ما نضفته بالليمون، وطبعا كنت بستخدم سلك وبريل او اي منظف عندنا. شايفين الحوض بيلمع ازاي؟ بصراحة انا مش عايزة اقولكم شكله كان ازاي، هتشوفوه بنفسكم. الليمون ادى ريحة ونظافة وتعقيم للحوض حلو جدا. انا الحوض بتاعي كان وحش خالص، بعد ما غسلت المواعين اللي بصيت على منظره افتكرت على طول الليمون. فانتي لو عندك ليمونة مش محتاجاها هاتيها وتعالي على الحوض ونشوف هنعمل بيه ايه. للأسف يا حبايبي ده كان شكل الحوض بتاعي، كان عليه بقع وعليه بواقي البريل اللي انا كنت بغسل بيها والمكان المواعين. فبصراحة كان شكله يعني مش عاطفي خالص. دلوقتي هنشوف هنعمل التحويل الجذري اللي حصل والتعقيم اللي حصل ازاي. ارجوكي اي ليمون حتى لو انتي بشراه قبل كده هاتيها زي كده. بصي انا عندي ليمونة اهي. الليمونة دي كانت مركونة في التلاجة ليها كام يوم، فانا رحت قسمتها نصين وابتديت بقى بعد ما غسلت بالسلك زي كده بالظبط. ممكن تستخدمي بريل او اي منظف عندك. ده منظف بتاع غسال اللي هو بيغسل في مغسلة الاطباق. وبالسلكة الألمونيوم طبعا مش الاسفنجة عشان تطلع البقع وهتدعكي. هنا بقى جه دور الليمونة. وده الشكل الأخير النهائي اللي انتوا شفتوه في الأول. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. بعد كده مش هنفرط في أي ليمون في البيت. هقولك بعد كده الليمون ليه ايه فوايد تانية. تابع السلسلة دي. أنا بحب الليمون قوي، غير ان انا عندي برد طبعا وبحب اشربه الايام دي، لكن الليمون بجد هيفرق في حياتكم جدا. ممكن تنضفي بيه الحمام، ممكن تنضفي بيه اي حاجة مثلا الارض او تعقمي ترابيزة. الليمون معقم كويس جدا جدا حتى لجسمنا. فشكرا لانك تابعتي الفيديو للاخر. و شكرا لكل حد بيشترك وبيدوس لايك مش بيتفرج على الفيديو ويمشي بسرعة. انا بشكر لاي حد بيتفاعل عندي وبشكر اصحابي اللي مشجعيني. وهسيبكم مع باقة الورد الجميلة دي واشوفكم على خير. سلام.